السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار التفاعل مع مواضيع التي كنناقشوها في هذه الأيام في هذه القناة، واللي عندها علاقة بترجل الانتخابات التشريعية 23 شتنبر 2026 المقبل. ومن طبيعة الحال هاد المواضيع عندها على قراءة في واقع الانتخابات في منطقة تسير بسرعة أخرى، يعني من المناطق التي تسير بالسرعة المختلفة عن السرعة التي يسير بها المغرب النافع، أو ما كان يعني السرعة التي كان يسير بها المغرب غير النافع الذي كان معروف عهد الحين بغير المغرب غير النافع، واللي لا زالت تسير بنفس السرعة. هذا في الوقت اللي بطبيعة الحال تغيرت المعطيات نتيجة سرعة أخرى في مغرب ما يعرف بموروكو. اليوم غنحاولوا نناقشوا واحد النقطة اللي هي مرتبطة بدور مجلس النواب ودور البرلمان فيما يخص الجانب المتعلق بالتشريع والمراقبة. بمعنى بالنسبة للإخوان اللي كيشاهدونا واليوم بطبيعة الحال من سكان هذه المناطق النائية أو هذه المناطق التي تسير في طريق النمو بين قوسين، إذا ما استعملنا مصطلحات في القانون الدولي الاقتصادي، كنوجدوا بأن من التساؤلات الكبرى اللي المفروض يعرفها المواطن، وهو أنه عكس ما يروج هذه الأيام، يعني عكس الوسائل المستعملة في الدعاية من طرف مرشحي الأعيان أو مرشحي بعض الأحزاب معروفة بأحزاب الأعيان، اللي هي كتغير اللون ديالها أو لون المرشح كما قلنا سابقا من بحسب الظرفية السياسية. قلت أن هذا المعطى اللي غنناقشوه اليوم هو المعطى المتعلق بالدعاية. غتسمعوا بأنه بعض الناس المرشحين الآن غيبداو يستعملوا واحد الوسائل، هو غيجيب مشروع عنده علاقة بجمعية ولا منظمة دولية ولا هي هذه المسائل كتستعمل دائما في إطار هذه الحملات الانتخابية. فهذا المشكل من المفروض أن لا يطرح داخل الدعاية لو كانت هناك أخلاق سياسية، لأن دور النائب البرلماني هو التشريع ومراقبة عمل الحكومة، بمعنى أنه الشخص اللي غيتنتخب الآن راه الدور ديالو هو ممارسة التشريع وليس القيام بالأشغال أو أعمال عندها علاقة بالمجتمع المدني. بمعنى إلا كانت عنده غيرة على الدولة على البلاد ديالو أو على المنطقة ديالو اللي كنتكلموا الآن جميع المناطق النائية بما فيها مناطق سوس، ممكن بطبيعة الحال كنتحدث على الأقاليم ديال تيزنيت، إشباه شتوكا، تارودان، طاطا وغيرها من الأقاليم الموجودة في المناطق الأخرى مثل طاطا مثل طنطان، سيدي إفني، قلميم وغيرها من المناطق أو الجهات أو الأقاليم. من المفروض إذا كان هذا المرشح عنده غيرة على المنطقة ديالو، على المنطقة اللي ازداد فيها، فالمفروض أن هذه المشاريع اللي كيلوح بها الآن في الحملة الانتخابية كان عليه يقوم بها سنوات هذه، خاصة إذا كان دوز ولاية وهو وزير ولاية وهو من طبيعة الحال رئيس مجلس جماعي أو رئيس بلدية وغيرها من المهام اللي المفروض أنه يقوم بها آنذاك، ماشي تسنى حتى دابا عاد يدير حملة باش يمكن يضحك على الناس بعد مساكن الساذجين بين قوسين بأن هناك تكون مشاريع عندها علاقة غادي يجيب مشاريع للمنطقة. هذا الكلام غير مقبول، أخلاقيا غير مقبول، لأن من المفروض أنه المرشح يكون واضح فيما يخص الخطاب السياسي ديالو مع المصوتين، على اعتبار أنه غيمثل مثلا الأغلبية، أن كيدار باش يمثل الأغلبية باش يدير حكومة، باش يمكن توضع استراتيجية وتوضع مشاريع قوانين اللي يمكن أنها تخلق فرص ديال التنمية في هذه المناطق. أما القول أن بحال لأن هذه أساليب كانت استعملت في جميع الانتخابات السابقة وبشكل قوي، كمثلا بالأمثلة اللي كانت هنا في اتباع شتوكا، شي واحد من المرشحين في سنة من السنوات جاب لهم كاميو ديال البوطوات ديال الضوء ديال الخشب وكيقول لهم راه غندخل لكم الضوء،
بطبيعة الحال حط البطوات وما شافوش على مدار 5 سنوات ولا ربما 10 سنوات ولا 15 حتى دخل الضوء عن طريق المشروع الأوروبي اللي معروف اللي هو أنه زود العالم القروي بالكهرباء. إذا هذا الخطاب ديال انه يجي واحد يقول لكم لا انا راه غندير لكم مشاريع ولا غنجيب منظمات وانا الهدف ديالي هو انه نجيب المشاريع للمنطقه، كان عليه يجي من قبل من الانتخابات. لو كان بالفعل حقيقي وعنده غيره على الاقليم وغيره على المنطقه اللي نحادر منها واللي ازداد فيها، ولا كان عليه يجيب مشاريع قبل، وهو مسؤول في البرلمان او هو مسؤول في الحكومه او هو مسؤول في المجالس الترابيه او في الجماعات الترابيه. هذا من طبيعة الحال أن خطاب هذا النوع أنه يفتقر إلى الأخلاق السياسية، وبالمفروض أنه يكون الخطاب الموجه للمصوتين أو للجسم الانتخابي عنده علاقة بالمهام اللي يقوم بها كنائب برلماني، كعضو في مجلس النواب، وهو التشريع ومراقبة العمل الحكومي. إذا كان هو من طبيعة الحال كيمثل الأحزاب اللي غتكون في المعارضة، كيمكن يقوم بهذا الدور انه يوجه يراقب الحكومه ويطرح لها اسئله شفويه وكتابيه ويطالب بها انها تكون هناك تنميه داخل هذه الاقاليم، مثل اقليم ايتباش-توكا واقليم ترودات واقليم تيزنيت وغيرها واقليم طاطا وغيرها من الاقاليم الموجوده في جهه سوس، بالاضافه من طبيعه الحال الى الاقاليم الموجوده في جهات اخرى التي تعاني نفس الخصاص اللي كتعانيهم هذه الاقاليم، وخاصه المناطق الجبليه. اذا كما قلت ان خصكم تعرفوا بانه الدور ديالهم هو دور التشريع، بمعنى انه خاصو يجي يخاطب المواطنين ويقول لهم راه غنقوم بالتشريع في ماده معينه على اساس انها تضمن لكم الحقوق الانتفاع اللي كيضمنها مثلا اركان. كيمكن نقوموا بالتشريع في اتجاه اللي يحافظ على سميتو على العداله المجاليه، بمعنى انه غنحاول نعدلوا القوانين الماليه باش يمكن تستفد الاقاليم اللي كتعاني من هذا الخصاص من الامكانيات الماليه للدوله بغض النظر عن الكثافه السكانيه، لان من هذا النوع من القوانين الهدف ديالها هو انها تشجع الساكنه، تشجع المغاربه انهم يقيمون في هذه المناطق ويحافظون على الخصوصيات ديال هذه المناطق اللي هي من طبيعه الحال التنوع البيولوجي اللي هو والمعارف التقليديه اللي المفروض انه المغرب صادق على الاتفاقيات اللي كتحمي هذا النوع من اللي كتشجع انه تقام بهذا النوع من المشاريع. اذا غتلاحظوا بان لما تحدثت على ان للاسف الشديد الاعيان او الاشخاص المتحكمين في الشان السياسي ما غاديش نقولوا بانهم فشلوا 100% او انهم لم يقوموا بشيء، ولكن المجهود اللي قاموا به بين قوسين عنده علاقه فقط باش يحافظوا على هذه العلاقه اللي كتربطهم مع الساكنه في هذه المناطق، بقدر ما انه ما عندهمش انه نظره استراتيجيه باش يمكن انه يحافظوا على الخصوصيه ديال هذه المناطق ويحافظوا على تواجد السكان بهذه المناطق، ووضعوا مشاريع عندها علاقه بالبنيه التحتيه، عندها علاقه بالمرافق الاجتماعيه مثل المستشفيات مثل المدارس اللي في مستوى معين كيمكن انها تنفع هذه المناطق. الان في هذه الحملات زاد واحد داخل في الدعايه السياسيه، زاد واحد المعطى اخر اللي هو عنده علاقه بكره القدم. اصبحنا اننا بحال كنديروا في عمليه الانتداب، سمعتيني، او الانتداب اللي يمكن انه يقوم به الشخص. كنستعملوا واحد من المرشحين في حزب معين او احزاب معينه باش يمكن يقنع الشباب بانه غيدير لهم الملاعب الرياضيه وغيرها في عز الحمله الانتخابيه، مع العلم ان هذا النوع من المشاريع هي مشاريع تكميليه. نشوفوا بعدا المشاريع اللي هي اساسيه اللي المفروض انها عندها علاقه بالبنيه التحتيه، عاد نشوفوا الترفيه. صحيح ان الترفيه كذلك مهم، ولكن راه ما يمكنش انك تخاطب سميتي بشكل عاطفي بعيدا عن الاخلاق السياسيه اشخاص شباب عندهم مثلا ميول لفريق معين على اساس انه غنوجد ليه مشاريع كبرى باش يمكن انه يحافظ على الوجود ديالو في القسم الاول او انه يصعد للقسم الاول. هذا خطاب كذلك غير مقبول من طرف الاعيان، لانها هذا النوع من المشاريع من المفروض انها خصها تكون موجوده سنوات هذه. وكنعرفوا الان انه الا خدينا نعطيكم مثال، الا خدينا مثال مثلا فيما يخص مساله التركيز الاقتصادي او التركيز في هذا النوع من المشاريع، كنوجدوا ان محور الرباط كيضم الان 4 ملاعب كبرى، في حين ان مناطق مثل منطقه جهه سوس ماسه
لا يوجد بها إلا ملعب واحد الآن، وسيتم إغلاقه من أجل القيام بترميمات استعدادا لكأس العالم. يعني الفرق اللي كاينه الآن كلها ما عندهاش ملاعب اللي حتى اعتبرناها حتى هي في الترفيه، ما عندهاش ملاعب اللي فيها لي نورم. هذا إقرار من الناس اللي كاينين الآن على أنهم ما قاموا بحتى شي مشروع في هذا الاتجاه. حتى في هذه المسائل اللي كيديروها الآن واللي كيحاولوا أنه يعبئوا بها من أجل حصول الأصوات، راه ما قاموش بها سنوات الآن، في حين أنه مشاريع في منطقة أخرى ما يعرف المغرب النافع دارت فيها مشاريع كبرى جدا. كان من المفروض أن هذا النوع من المشاريع توزع بشكل عادل على مناطق المغرب باش يمكن أننا نشجعوا هذا الشباب بعيدا عن الخطاب السياسي، بعيدا عن التعبئة الآن، باش يمكن نحصلوا على الأصوات ديالهم. هذا الآن دخل في هذا الاتجاه، وتستعمل في مجموعة من اللقاءات ديال الأعيان وسطر على النقطة هذه ديال الأعيان باش يمكن استمالة الناخبين من أجل الحصول كذلك على الأصوات، ومن أجل تكريس نفس التجربة اللي المفروض أنها أثبتت فشلها. لماذا؟ لأنه إلا رجعنا لهذه النقطة المتعلقة بالتشريع ومراقبة عمل الحكومة، كنوجدوا بأنه مشاريع القوانين اللي توضعات ما خدتش بعين الاعتبار الخصوصيات، ما استعملاتش القواعد اللي المفروض انها مستمده من القانون الدولي الانساني، من القانون الدولي لحقوق الانسان، من القانون الدولي الاقتصادي، باش يمكن انه ننميو هذه المشاريع، ننميو هذه المناطق. الا قارنا مع المناطق في دول اخرى في اسيا اللي موجوده فيها نفس التركيبه الجيولوجيه او البيولوجيه او الحيوانيه او النباتيه، كنوجدوا بان لحقات واحد المستوى عالي جدا، والناس اللي اضطروا انه ماشي اضطروا، يعني انه استقروا في هذه المناطق واصبحت تشكل جزء قوي فيما يخص الاقتصاد الوطني. هذا في الوقت اللي كنوجدوا في هذه المناطق الان انه نفس الطريقه اللي كيتعاملوا فيها الان فيما يخص الحمله الانتخابيه، ونفس الطريقه اللي كيتعاملوا بها الان فيما يخص الدعوه الى مشاريع وهميه اثناء الحمله الانتخابيه، وذا كتضرب بطبيعه الحال في العمق الاخلاق السياسي اللي المفروض انها يتوفر في المرشح، وما يسمى ان الدعايه ما تبقاش فقط دعايه اللي غير قابله للتحقيق. انا على الاقل هذه الدعايه اللي كانت تكون فيها واحد النسبه من امكانيه التحقيق. هذا في الوقت اللي قلنا انه الان ماشي بالضروري ان كل مشاريع القوانين انها تغيب هذا القانون العرفي او هذه الحقوق التاريخيه والحقوق الثقافيه، بل ينبغي ان يتم ادماجها وادراجها في نص القوانين المنظمه الان للحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه في المغرب، باش يمكن نهضروا على التنميه ونهضروا على التطور. كما تيقول المثال هنايا، الانسان تيبني بالحجر ديال بلادو ديال المنطقه، باش يمكن تحافظ على هذه الخصوصيه وتحافظ على التربه وتحافظ على هذه الامكانيات، باش يمكن ان هذه تكون ان ربما هذا المشروع الاقتصادي او المشاريع الاقتصاديه والاجتماعيه تشجع الاخرين انهم يستقروا، وتشجع الاخرين انه يديروا مشاريع اللي يمكن انه تنمي ونخرجوا من ما يعرف بالسرعتين. هو السؤال اللي كنطرحه جلاله الملك، هو سؤال فلسفي جدا، لانه بعد مرور اكثر من 70 سنه الان على الاستقلال والحمايه لازلنا نتحدث، لازلنا نسير ونسير بنفس الطريقه، بمعنى ان هناك اعيان موجودين في المناطق ومناطق اخرى يستفيدون من خيرات المغرب بين قوسين، ومن استعمالهم بطبيعه السياساوي للعنصر التقليدي على حساب الساكنه اللي ربما تعودوا انهم فقط يمدوا يديهم باش ياخذوا الاكراميات ديال هاد الناس، في حين ان هذا من المفروض انه المغرب يتجاوزوا بعد 70 سنه من الاستقلال. وشكرا لكم على المتابعه.